مشاهدينا، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامجكم الاجتماعي قريب منك. في حلقة اليوم سنتعرف على بطل الجنوب في رياضة التاي بوكسينج. هو شاب شق طريقه بامتياز في عالم فنون القتال بمساعدة أخيه ورفيق دربه مدرب أجبور زين العابدين، حتى أصبح يضرب له 1000 حساب. لنقترب أكثر من جبور العبادلة. السلام عليكم. الاسم ديالي هو جبور عبادلة، مدينة طنطا، كنتمي لجمعية نادي الأمل في كونتاكت. السن ديالي 20 سنة. منذ حوالي 10 سنوات وأنا كنمارس هذه الرياضة. بالنسبة لهذه الهواية هذه ما جاتش عن طريق الصدفة، إنما الأخ ديالي هو اللي شجعني، بحكم أنه كان كيترينا ومارس. دوز العديد ديال السنوات في هذه الرياضة وحتى الرتب مشرفة جدا في المغرب، ولذلك هو اللي شجعني وعطاني هذا المكتسب ديال باش انني نكون ان شاء الله حتى انا بطل، ولما لا ان شاء الله حتى انا نولي بطل مثل المغرب. بالنسبة للإنجازات، الحمد لله حققت إنجازات جد مشرفة بمدينة طنطا. شاركنا في كأس العرش اللي مثلنا عصبة الصحراء. شاركت في جوج بطولات وطنية لحد الآن. الثانية إن شاء الله، لأن البطولة الثانية اللي شاركت فيها أنني احتليت الرتبة الثالثة بفضل واحد الخدمة، واحد المجهود قامت به الإدارة ديال جمعية نادي الأمل في كونتاكت. وبالنسبة للبطولات الجهوية، الحمد لله عندي العديد من البطولات الجهوية حققنا كل في مدينة العيون، مدينة كلميم، مدينة طنطا، اللي إن شاء الله حتى هي غادي تنظم واحد البطولة من هنا لقدام إن شاء الله. وكنتمنى التوفيق للجميع، وحتى الأصدقاء اللي معايا حتى هما كانوا كيعطوني دافع معنوي كبير حتى هما، لأنه لولا الأصدقاء ما كناش إن شاء الله غادي نكونوا مجموعين، وما كناش غادي نكونوا عندنا هذا الروح ديال هذه القتالية. وكنتمنى من القدام خير، حيت حنا ان شاء الله طموحين باغي نمشيو لقدام بهذه الرياضه، انما رغم العراقيل رغم كل شيء، ولكن الحمد لله. حنا ان شاء الله بغينا نمشيو بهذه الرياضه لقدام، ولكن هناك العديد من العراقيل اللي كيخلونا ديما نرجعوا للور، بحكم اننا حنا في منطقه جنوبيه. بحكم المسافه، اننا كنا الا بغينا نلعبوا شي بطوله في اكادير ولا كذا في الرباط ولا هذه، خاصنا ترونسبور، ما كاينش واحد الدعم. الانسان ما كيشوفش فيك انه راك غادي باش تمثل مدينه طنطا، ما كاينش واحد الدعم بالنسبه للمشاكل اللي كيواجهوها حتى الدراري. عندنا حنا طاقات في طنطا، لا على مستوى كرة القدم، لا على مستوى كرة اليد، حتى الفو كونتاكت والكاراتي. كنتمنى تكون واحد النظرة عن كثب في هذه المناطق الجنوبية، حيت ماشي غير انطلاقا منا حنا، من انطلاقا من العديد من المواهب اللي كنشوفهم بحقيقة انهم ضايعين. وكنتمنى انني يكون ان شاء الله من القدام، وتكون واحد المساندة من الجامعة. بالنسبه للمناطق الجنوبيه عاوتاني انها ما كايناش واحد اليد المساعده من الجامعه لهذه المناطق، لاننا كنلقاو العصبه حتى هي بعدات وكذا، كاين نزاعات على مستوى العصبه، يعني ما بغاوش يزيدوا بهذه الرياضه قدام. وحنا رغم ان شاء الله هذه المشاكل حنا غادي نطمحوا وغنديروا اللي جهدنا ان شاء الله حتى نبينوا الذات ديالنا في هذه الرياضه هذه. وكنقول للجميع انه مهما كانت العراقيل، ان الانسان الا كيدير شي حاجه راه كيديرها لراسو، ان رغم اننا كنواجهوا العراقيل فاحنا كنتريناو راسنا. وانا اكيد ان شاء الله بحول الله غتجي واحد الفرصه ان شاء الله، وغادي يعرفنا ان شاء الله. جميع الناس غادي يعرفونا، وغادي نمثلهم على مستوى الوطن ان شاء الله.
بالنسبه لرياضه فو كونتاكت هي من بين الهوايات ديالي، حيت الحمد لله كنمارس عديد من الهوايات كالمسرح اللي ديت احسن ممثل في المهرجان الوطني. كندير الموسيقى اللي الحمد لله طلعت في مهرجانات محليه، وكنتمنى انها تعطينا الفرصه، حيت الحمد لله الموسيقى هي الموهبه حتى هي اللي كنبغي نفرغ فيها داك النشاط ديالي وديك الحيويه وحتى المشاكل ديالي. وكنمارس كره القدم، وان شاء الله حتى ان شاء الله بغينا نوصلوا بهذه الرياضات جميع، وبغيت نكون ان شاء الله خير وخلف الخير يسالف ان شاء الله. الكلمه اللي بغيت نوجه للمشاهدين والجميع اللي كيشاهدنا، بغيت نقول لهم ان هذه الرياضه ديال فو كونتاكت انها رياضه نبيله، انها كتبعد على مجموعه من ديال الحوايج الخايبين، مثلا كالبلية، المخدرات. انا ان فوا الانسان كيترينا والا كيكون عنده واحد الذات نقيه. وكنبغي نشكر الاخ ديالي بزاف حيت هو اللي عليه الفضل الكبير فاش وصلت لهذا المستوى. والحمد لله هذه المسيره متواضعه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من الجميع اننا من هذا المنبر اننا تشوف فينا وتعطيني يد المساعده، حيت ان شاء الله بغينا حنا غير الفرصه، وان شاء الله قادرين اننا نبرزوا ذاتنا ان شاء الله على مستوى الوطني. حنا بغينا الفرصه، يعطونا الفرصه وديك الساعه يحكموا علينا. حنا ما كنهضروش انما كنخدموا، وبغينا ان شاء الله غير تعطينا الفرصه، وديك الساعه اي واحد بغى يقول شي كلمه في حقنا حنا متقبلين. مادام ان ما كتكونش فرصه فاحنا المهم حنا غاديين في هذا المسار. شكرا بزاف الاصدقاء ديالي تا هما اللي كنلقاو بعضياتنا قرابين لمده ديال 8 سنين، وحنا كنتجمعوا في لاصه 10 سنين، كاين اللي دوز معاه 8 سنين، كاين اللي دوز معاه 6 سنين، وكنتفائلوا خير ان شاء الله. هذا هو الطموح ديالنا ان شاء الله. ما نوثق وصايا ولا موت حتى هنا، ويا لمي ما نوثق وصايا ولا موت حتى هنا. ويلي ويلي ويل وفات زماني ويايا، ويلي ويلي ويل وحش الغربة المالي. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، ونقول لك لن ننساك، فكل واحد منا قريب منك. إلى اللقاء. وشد الباب سمع ناس يا ناس ما دايم حال